بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 18 فبراير 2023، منطقة تيديلي نواحي ورزازات، وبالضبط بدوار زاوية سيدي علي أحمد. كنصور هذا الفيديو من مكان شاهق، بالضبط من الصومعة ديال المسجد. كنشوفوا الناس كيزيحوا الثلوج من فوق الأسطح للمرة الثانية على التوالي. البارح حيدوا ما يزيد على المترو، واليوم 80 سنتيم أخرى. الأزقة مكتظة بالثلوج. الناس يعني كتعاني الآن من القطيعة. الطريق محبوسة، حتى الطريق اللي كتربطنا بالمركز مقطوعة، حتى واحد ما قاد يقطعها. الثلوج كثيرة بزاف. كنشوفوا لو كان كاينه الامكانيه باش نقربوا للناس يحكيو لنا على المعاناه ديالهم، غادي تسمعوا كل واحد والمعاناه ديالو. يعني كاينه مشقه حتى في التواصل مع الناس. غادي نحاول نقرب لكم يعني بعض المشاهد من العمليه ديال الازاحه ديال الثلوج ديال الناس، الاسطح والمباني ديال الطين. يعني الامور صعيبه شويه، صعيبه بزاف. لا اله الا الله. انا كنسمعوا الاذان، ربما يلا رجع لينا الضوء الحمد لله. بعدك هو الضوء رجع لينا الحمد لله، لا باس. هذه صور من تيديلي كتشوفوا، يعني عملية الإزاحة ديال الثلوج من دوار زاوية سيدي علي أحمد، جماعة تيديلي ورزازات، قيادة اللي تابع القيادة ديال إغرمان وكدال. الثلوج يعني كثيرة بزاف. لأول مرة أنا في عمري 52 عام، أول مرة غادي نشوف هاد الكثافة ديال الثلوج. الناس ديال 90 عام كيقولوا ما عمرهم شافوها. اول مره كانت هذه ديال متر 70 ومتر 80، اول مره كانت. الله يلطف بينا. يحسنا هو الناس اللي حاليا دابا خدامين في الطريق اللي بين أوي وتيديلي. الصراحه هذا هو الواقع.